السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Let's get through. طبعا احنا بقالنا فترة كده مش عارفين نرجع نتكلم في الكورة بسبب المشاكل اللي بتحصل على السوشيال ميديا، ما بين بقى مروة بنت الريس والمشاكل الكبيرة جدا ومشاكل مشاهير التيك توك. لكن النهاردة أنا قررت أرجع أتكلم في الكورة، وهبتدي بمباراة الزمالك اللي اتعادل فيها امبارح بحضور شيكابالا مع المقاولين العرب. طبعا يعني انا برضو مش عايز اتكلم في الكوره قوي ككوره، لان زي برضو ما احنا شايفين ان مشاكل الكوره اكتر من الكوره. يعني على سبيل المثال كده الزملكاويه، وللاسف منهم ناس اعلاميين، يعني منهم ناس المفترض انهم مثقفين. ما بتكلمش على جمهور بقى مثلا ممكن يكون مش فاهم، ممكن يكون مش عارف، ممكن يكون بيشجع بظهره زي ما بيتقال. لا، ده انا بتكلم على اعلاميين، ومنهم يعني اهمهم استاذ عمرو الدرديري الزملكاوي المعروف يعني بزملكاويته المتشدده، وده بيخليه يقول حاجات مش منطقيه ومش مفهومه. كان طلع بعد الاسبوع الاولاني قال لك ان احنا خدنا الدوري من الاسبوع الاول، فللاسف خسروا الدوري من الاسبوع الثاني وبقوا في المركز الرابع. فانا مش هحكي كتير في المباراه كانت بارده جدا. الزمالك طول 90 دقيقه، 90 دقيقة ايه؟ 93. في الدقيقة 93 هي أول هجمة تتعمل من الاثنين المدافعين، إن كان حسام عبد المنعم أو الونش. حسام عبد المنعم بيرفع كورة للونش، والونش بيحطها حلوة قوي، لكن للأسف ما فيهاش توفيق. ده كل اللي في المباراة. يعني احنا لو هنتكلم فنيا على المباراة، هو ده كل اللي في المباراة، هي كورة في الدقيقة 93. غير كده كل فرقة بتلعب في نص ملعبها كأنهم مثلا ايه، متفقين ان احنا مش هنهجم على بعض. ده بالنسبة لمباراة الزمالك. مباراة الاهلي بقى اللي كانت اول امبارح، دي اللي كان فيها مشكلة كبيرة جدا، اللي هي كانت طبعا هي كانت مباراة فاركو، وهي مشكلة طرد محمد هاني. كلنا شفنا الموقف، كلنا شفنا الفيديو يعني بتاع الطرد. وبس انا كنت حابب بتكلم شويه كده عن الكابتن محمد معروف، اللي معروف باضطهاده للاهلي. مش هقول بقى معروف بزملكاويته، ماليش دعوه كان بيتدرب بقى في النادي ولا ما كانش بيتدرب في النادي، مش موضوعي وما يخصنيش، وما بشككش في ذمه حد. بس هو مشكله الكابتن محمد معروف انه فعلا متحامل جدا على النادي الاهلي وعلى لاعيبته. محمد هاني كان خارج في الدقيقه 90 كسبان 4-1. اي منطق، اي عاقل يقول ان ممكن يكون محمد هاني بيضيع وقت. اي عاقل، اي منطق يقول ان ممكن المقاولين العرب يرجع في النتيجة ويتعادل مثلا يعني 4-4 مع الاهلي من الدقيقة 90 للدقيقة 97، على اعتبار ان الوقت بدل الضيع كان 7 دقايق. فمفيش منطق بيقول ان محمد هاني هيضيع وقت. محمد هاني هو اولا رايح بالشارة هيديها لزميله وهو خارج من الملعب، فخلاص. وبعدين احنا شفنا محمد هاني خارج من الملعب بسبرنت، يعني ما هوش خارج بيتمشى فهيمشي كل المسافة دي، لا خالص. على فكرة محمد هاني لو اتمشى للمكان اللي معروف عايزه يطلع منه، لو مشي كان هيوصل في توقيت اكتر من خروجه بسبرنت من الناحية التانية. فهي بس الفكرة كلها انه يعني نخلي بس فيه شوية منطق، ونخلي فيه شوية رحمة من الحكام، ونخلي فيه شوية عقل. مش لازم تلعب للون، ومش لازم تضطهد لون، وعلشان خاطر بس الدوري يمشي كويس. وانا شايف انه بصراحة مجلس إدارة النادي الأهلي ممتاز جدا في ان هو يعني زي ما الناس بتقول كده على السوشيال ميديا، وانا مش شايفها كده، فكرة انه يظهر العين الحمراء للحكام. ولا لا، هي الحقيقة مش كده. هي الفكرة كلها انه لا، الاهلي من البداية يقف على حقه علشان بقية الدوري يمشي كويس. وخير دليل اللي حصل السنة اللي فاتت لما الأهلي اعترض على لجنة الحكام بأنه هو كان عايز حكام أجانب في المباراة الزمالك طبعا الشهيرة، وإنه ما راحش المباراة أو انسحب من المباراة. وفي الآخر الأهلي طلع عنده حق، وشوفنا بقية مباراة الدوري مشيت إزاي بعدل تحكيمي يعني.
هو ده كل اللي كنت حابب اقوله في القناه، وانا عارف ان كلامي مش هيعجب بعض الناس خصوصا الزملكاويه، لكن اتمنى اللي يعجبه الفيديو ما ينساش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلنا كل جديد، واشوفكم على خير.